السلام عليكم وتحياتي للجميع. أنا سميتي مسعودة والسعد ما عنديش. كبرت في واحد العائلة كانت ظالمة. كنت كنشوف جداتي صعيبة بزاف وبا كتر منها وما كيعرفوش الحق فين كاين. كنت كنشوف أمي دائما معذبة مع با، معذبها عذاب اللي ما يعذبوش الإنسان لعدوه. كانت أمي عندها هذيك الساعة 3 البنات وأنا هي الكبيرة فيهم، ودائما كنسمع جداتي كتقول بأنك كرشك تجيب لك غير البنات، وأنا ولدي خاصني نزوجه. ولدي خاصو الولد اللي يكون في دراعه ويكون مع مارت دارو، راه الدار ديال البنات راها خاوية، بحال اللي امي راها كتصوب بيدها، هو راه الله اللي كيعطي. كنشوف امي معذبة، عاطينها الشقة كامل ديال برا، الشمس، الشتا. الا كانت الشمس راها بارقه في وجه امي، وإلا كانت الشتا راها صابه عليها. وعيالة عمامي كيشقاو لداخل اللي والدين الولاد ذكوره يعني. امي مسكينه منتقمه منها جداتي وبا، كينتقموا منها بحال هي اللي عندها لافوت ما جابتش الولد. وناضت جده وقالت ليه خاصك تزوج باش تجيب الولد يكون في كتافك ويكون عمارة خيمتك، راه البنات راه خيمتهم خاويه، دوك يجيو رجالتهم يدوهم وتبقى خيمتك خاويه. هذاك الشيء اللي دار با بلا ما يتشاوروا مع امي، بلا ما يحاشيوه ليها. مشات وخطبت ليه بنت اختها، هذه جداتي. جابت صغيره في بنات اختها، كانت عندها هي هذيك الساعه 20 وبا عدو 42، وجابتها ليه. وملي جابتها وهي كتخنت، كانت زينه وعينيها مايلين للخضوريه، وكانت زهره وغليظة وطويلة، والشعر عندها كيحمق مايل للأحمر وطايح لها عند الحزام. وكانت دائما هي غير في الدار، ما كتخرج للشمس لعند الباب. وكان با تيحماق عليها ونسى كاع بأن عندو مرا أخرى ولا عندو شي بنات أخرين. نسى، ما كيتفكرناش وما كيعنقناش وما كيبوسناش وما كيعيطش يقولك اجي بنتي انا جيت ولا جي بوسيني ولا ابدا. كنقولوا له با من تم لتم. ونهار اللي جابت ليه جداتي بنت اختها اللي هي بنت خالته، ولا سعيد وكيضحك وكل شيء وناشط وما خاصو حتى شي خير. وحملات، ومن حسن الحظ ديالها جابت الولد اللي كانت جدة كتحماق عليه، وكان باته هو كيحماق على الولد. صافي هذيك الساعة هذيك المرأة زادت في القرايد ديالها، ولات كلمتها هي اللي كتمشي على كل شيء، واللي قالتها هي اللي كاينه. ولات جداتي مع امي كتعطيها غير الكرفي، زادتها حساب في الكرفي. ديما امي مسكينه تمشي تسقي من واحد اللي كبير بعيد، تمشي على الحمار ودي القلال وتجيبهم عامرين، غير تلحقهم تدوقش بيهم مرات با، وخاص امي ترجع تجيبهم العذاب وصافي. وانا كنشوف امي كتعذب بحال هكاك، وخواتاتي الصغار اللي طالعين. وحملات امي ومره اخرى وجابت بنت اخرى، وعاد ما زادوا، ما سماوها تسمية، خلوها تما مليوحة. ومن بعد 7 ايام من اللي وصل السوق، عاد عرفت جداتي اللي من امي راه بنتها ولدات. والغد ليه جابت ليها الرفيسة وجابت ليها شوية ديال الفاكهة، كل حاجة جابت ليها منها شوية وحطاتها لها في البيت ديالها. وكنشوف جدة كتقول لها كولي، وجدة كتبكي
تتقول ليها على زعما عاملوك هاد المعاملة هادي. وهاديك الساعة الدريرية مزيودة ب7 أيام وباقا بلا سمية. قالت لأمي علاش ما سماوهاش، قالت لها هو باقي أمي ما سماوهاش. وناضت أمي وعيطت على با الجيلالي، تا قال ليها نعم. قالت لي علاش ما سميتيش هاد البنت، واش ما رضيتيش بيها؟ وقال ليها عما ساليتش وصافي، احنا غادي نسميوها. وهذيك الليلة فاش جات جدة سماوها، وسموها عائشة. عاد دارت مسيكنة ديك البنية سميتها. لكن ملي ما ولدت مرات با وولدات الولد، هذيك الساعة سماه ذبح الحولي وسماه كبير، وعيط على الناس وهزو فوق العود هو وياه، وما خلى ما دار. كان واحد النهار ما عمرنا حنا شفناه بهذيك الفرحة اللي كان فرحان بابيه، وسماه كبير، زعما راه هو الكبير في الدار، اللي ولد هو اللي كبير. ايوا دازت الايام ومشات وجات، ودار كبير دار 4 سنوات. ولكن من قبل انا ما كنتش كنحطو من ظهري، تحكم عليا باش نبقى مركبه كبير خويا كاع النهار، غير تنوض تردعو وتركبوا ليا. اجي يا مسعوده، اجي تركبي خوك، نركبو، ويا ويلي لا بكى، يا ويلي لا طيحته، ولا بكى ولا دار شي حاجه، نشد قتله ديال العصا من عند مرات با ومن عند با ملي يجي. وامي دارها مسكينه كتخدم في برا، اي ما تصيبيها كتحصد مع الحصاده، ولا تصيبيها كتنقل داك الغمار، ولا كتنقي في الربيع من البلاد، ولا كدير شي حاجه. كتجي في العشيه كتبقى عاد تشوف، تنقول لها تنتجو عندها ونقولوا لها امي راه اللي ضربنا اللي نهسرنا اللي دار لينا. تتبقى عاد تشوف تقول لنا صبروا دركا هادشي حيد. وبا نساب ان عدو مرتو ولات كتنعس معانا. ملي ولدت البنيه اللي تسميناها عائشه صافي ما بقاش كيجي ينعس مع امي، ولا لا غير مع مراته فرحان مع ولده، وحنا ما عدو بينا حتى شي غار. صافي ولا غير معاها هي، تحماق عليها هي وولدها، وحملت مره اخرى وولدت بنت. وفرحت انا وعجبني الحال، تنقول سرها كون ولدت ولد اخر كون علم الله شنو غدير فينا. وليت انا كندي كبير خويا يقرا، نهزو على الحمار يصوبوا ليه البردعه ديالو يقادوه ويفطروا كبير مزيان، تعطيه البيض مسلوق والحليب، وتقول لي يلا يوديه للجامع. ونمشي هنايا ساعه ديال الطريق وانا غاديه قايده الحمار من الجام ديالو وراكب فوق منه كبير خويا، ونلحقو نحطو يبقى يقرا ونتسناه حتى يخرج باش نردو. تنمشي لتحت واحد الشجره وكنوقف الحمار وتنبقى تما جالسه نبحث في الارض حتى يسالي كبير خويا القرايه، ونهزو تاني ونرجعو. واحد النهار غاديه بيه وكان عطر وكان طايح على فمي، وتجرحت من فمي ومن وجهي، وبقيت كنبكي كندعي فيهم وتنبكي، تندعي في با، تندعي في كبير، وكندعي في مرات با. عينياتنا فخوليه بالبكا والجوع والعطش والفقصه. ملي وصلت لعند الفقيه قال لي مالك، قلت ليه انا طحت كنت جايه قايده الحمار وطحت. وعطاني سميتو غسل باش الماء باش غسلت، وواحد الجرح عطاني، طلب المرات والتحميره جابها من عند مراتو وعطاها لي درت الجرح. هذيك الساعه كانت التحميره هي المعقم اللي كاين في الدار، اللي كيجرح الواحد كيدير الجرح التحميره باش يتقدم. هذاك الشيء اللي درت.
ولي شافتني ملي رجعت وشافت امي في العشيه، قالت لي مالك؟ قلت لها امي رانا طحت وعنقاتني. قلت لي صبري يا بنتي، شنو غندير ليك؟ صبري، انا ما عنديش ما ندير تاع راسي. وماتت ديك جده، مات امي ومات جدي، وبقينا الله كريم، غير انا وامي، غير امي وبناتها اللي ما باغيهم تا واحد. وبقينا هكاك سيريا اليوم وسيريا الغد، وانا كنمشي ونجي على داك الحمار. وبديت انا كنكبر، ولات عندي 16 عام، وليت عارفه كل شيء. واحد النهار ملي ديت خويا يقرا، غير هو دخل وقال انا نقول لفقيه خالي فلان. قال لي نعم. قلت لي اجي بغا نسوق لك. قال لي شنو بنتي؟ قلت لي بغيتك ديري شي حجاب. قال لي علاش بغيت ندير لك الحجاب؟ لحقاش كنت نشوف الناس كيجيو لعندو كيسبوه كيدير لهم حجابات، مع انا كنبقى مقابله تحت هذيك الشجره كاع النهار نتسنى في خويا يقرا. قال لي دير الحجاب اللي بغيتي ندير ليك. قلت لي ديري حجاب باش نتزوج. قال لي باغا تزوجي؟ قلت لي باغا نتزوج باش نتفك من هاد التماره. هو قال لي صافي سير تا الغدا ونهضر معاك. مشيت انا ديت خويا تاني كيما العاده، ومشيت للدار. والغد لي جيت قلت ليه اش درتي هي الحجاب؟ قال لي واش باغا تزوجي؟ قلت ليه قال لي وكاين راجل. قلت ليه بصح شكون هو؟ قال لي انا، ومعاه هو كبير يعني قد با، وانا كنقول له خالي فلان. قلت ليه تزوج مراتك؟ قال لي ما سوقكش في مراتي، انت كاع قولي وصافي، ما غتخصك حتى شي حاجه. انا عندي بزاف ديال الفلوس وعندي بزاف ديال الاراضي، وما غادي تعيشي قايده معايا، انت غير قولي ما تخمي حتى بحاجه. مشيت وانا نقولها لامي، قلت لها امي شتي الفقيه؟ قلت له ديري حجاب باش نتزوج. قال لي انا نتزوج بيك. قالت لي ومالو فقيه؟ هذيك الساعه راه الفقيه راه بحال اللي ما عندها شنو هو في الدوار، عنده قيمه كبيره. قالت لي امي مالو تزوجي بيه، تزوجي بيه بنتي تفكي من هاد التماره هادي، تبقاي تفرجي فيا هنايا. قلت لها لا امي انا ما نتزوجش بواحد كبار مني بحال هكاك قد با. قالت لي مالو كبير، غتشوف باك قداش الزهره اللي مزوجه بيه، اللي تيدير ليها بحال الماء القليل. شتي كيفاش داير ليها، كيفاش داير لولادها. ومشيت لغد ليه وانا غاديه في الطريق قايده الحمار، وانا كنفكر في الفقيه، وكنفكر في الهضره اللي قالت لي امي، وكنفكر في مرات با كيفاش عايشه. وانا كان غرضي غير نتفك من تماره ديال با وديال كبير خويا اللي كنت كنكرهو، وكنت كنكره هاد السميه ديال كبير، وكنت كنتمنى لخويا الموت. كنت نقول شي نهار ندفعو في شي حافه ديال شي جبل ويطيح يموت، وتنخاف نرجع لعند بو يقتلني. انا كنتش بقيت ما كنحملش خويا على ديك الحاله اللي داروا فيا، تيركبوه ليا ونضل كاع نهار مركباه ونديه انا للجامع ونديه ونجيبو. كرهته. لغد ليه ملي وصلت لعند الفقيه حطيت تاني، هبط خويا مشى تيجري. قال لي واش نقول لك؟ قربت لعندو. قال لي وفكرتي؟ قلت ليه قال لي واش فكرتي؟ قلت لي صافي نتزوج بيك، ولكن انا ما نسكنش مع مراتك، نسكن بوحدي. قال لي صافي. وداز الوقت وكان جاي العيد الكبير، وكان با ما عمرو شرى لينا الحوايج ديال العيد الكبير، تيشري الكبير الحوايج ويخلينا حنايا البنات. وهذاك النهار طاحت عليا الفكره، قلت لي خال المعطي. قال لي كيفاش خال المعطي؟ وبدا يضحك. قلت لي واش نقول لك؟ قال لي قول لي المعطي ما تقولش لي خال المعطي. قلت لي واخا، وانا حشمانه وعرقانه والعرق تيكب معايا بالحشمه. قلت لي المعطي. قال لي نعم. قلت لي بغا نشري بغيت الفلوس باش نشري لخواتاتي الحوايج في العيد. ادخل للجامع
بلا ما يهدر معايا، وجاب الكمايشه ديال الفلوس قداش صرف وفلوس ووراق، جابهم وقال لي هاك. ملي شديتهم قلت له قاعد شي نشدو، قال لي كلشي هذاك الشي ديالك. مشيت هذيك النهار وفانا فرحانه ومشيت لعند امي وقلت لها هاك يا امي. قالت لي منين شتي هادشي؟ قلت لها عطاه ليا خالي المعطي. قالت لي كيفاش خالك المعطي؟ انا ما خصكش تقولي له خالي. قلت لها صافي المعطي يا امي المعطي، وقولي عطاه ليا. قلت لي بغا نكسي خواتاتي. وشدات امي ديك الكمايشه ديال الفلوس وبقات تطلب في با باش تجي للسوق، وشرات، مشات وشرات لخواتاتي الحوايج، وشرات ليا تا انا وشرات تا ليها. وملي قال لها با منين جاوك هاد الفلوس، قالت لي غير ديال البيض اللي كنت نبيعو ديال الدجاج. واول مره خواتاتي كيفرحوا وكيلبسوا حوايج امي اللي اختارتهم ليهم. المهم السيمانه الاخرى تلاقى الفقيه مع با وقالها ليه، قال ليه رانا بغيت بنتك مسعوده للزواج على طاعه الله ورسوله. با تفاجأ كيفاش فقيه غادي يخطب عدي، حقاش فقيه راه فقيه، يعني راه عنده قيمه. ملي قالها لي قال لي مرحبا، واخا على الراس والعين، ولكن راك مزوج. قال لي ماشي مشكل، انا مراتي موافقه لي على الزواج وباغيه، هذاك الشيء اللي كاين. قال لي مرحبا، جابا طاير بالفرحه وقالها لجده. قال لي راه الفقيه ديال الدوار الفلاني اللي تيقرا عندو كبير راه بغا يتزوج بمسعوده، وراه دار معانا مثلا يجي نهار الخميس. ناضت جده وجات وقالتها لامي، قالت لها هاديك امي كانت سميتها رقيه، هاديك رقيه راه الخطاب جايين في بنتك نهار الخميس. امي راه عارفه. قالت لي شكون؟ قالت لها جاي الفقيه في هذيك المنحوسه ديال بنتك. ايوا الدور مرتبه وتقول والله لا ما راكيش ساهله زوجتي كاع بالفقيه، والله راك ما ساهلاش. امي وانا وياها نشوفوا بعضياتنا ونتبسموا. امي مسكينه كانت تقول لي هذه هي اللي غتنقضي راسك وتنقضوني وتنقضي خواتاتك ملي غادي تزوجي بالفقيه. المهم انا ما كنتش باغياه انا ما كنتش باغياه، ولكن فكرت في مصلحتي ومصلحة امي وخواتاتي، وبغيت نتفك من الحقره اللي كنت محقوره في هذيك الدار. بالشقه والثقيله هي ديالنا. مشات الايام وجات وجا الفقيه وخطبني ودار العرس وعرس ليا، وجات مراته معاه وولادو. واخا ولادو ما كانوش حامليني، ولادو كانوا كبار مني. وتزوجت وبنى ليا بيت وكشينا حدا الجامع، وقاد ليا وصوب ليا، ومشيت نيشان لهذيك الدار اللي دار ليا. كان بيت ودار قدام واحد الصور وكوزينه ومريح ومفرشهم ومقادهم. جيت عروسه على هذاك الحمار اللي كانوا تيحلفوا عليا جده وبا ما نركبش عليه، يركب عليه غير كبير، وانا اللي نبقى حاضيه كبير باش ما يطيحش من فوق الحمار. وانا كنموت بالمعيه وما كنتش نقدر نركب عليه، وهذاك الحمار هو اللي مشيت عليه عروسه راكبه. وداوني تماك بالشطيح وصغاريت وبالعلام ديالي وتوصلوني للدويره اللي بنا ليا الفقيه. دخلت للدويره مجيره ومعوضه ومصوبه، هي مبنيه بالتراب ولكن هو مقادها مزيان، مجيرها ومقادها ومفرشها وما مخليش عليها. دخلت انا دخلت وبقيت عاد نشوف انا دابا غتكون عندي داري بوحدي وغنولي نعس ما نفيقش بكري، نبغي عاد نفيق. وهداك الشيء اللي كان. مشاو اللي جاو معايا جده ومرات با وامي وخواتاتي والدريات بنات الدوار والعيالات، جاو دوزوا معايا النهار وداك الشيء ورجعوا في حالهم. وانا بقيت مع الفقيه، بقيت مع الفقيه تيوكلني على اللي بغيت. تجيب لي هذيك الساعه غير اللوز والقرقاع والديسير واللحم والبيض
اللي كيجيبوا ليه الناس، حيت هو كان تيدير الحجابات للناس، والناس كتجي عندو من دواور اخرين، وكلشي اللي جا كيجيب البيض، اللحم، الدجاج، كلشي. بقيت عايشه بحال شي ملكه مع هذاك الفقيه. واحد النهار هو كان غايب للسوق، وتقول لي سدي عليك الباب تنجي عاد نحلو. سديت انا الباب وبقيت ناعسه، وملي قرب يجي فقت كنسمع الدقان في الباب، كيتسحب ليا راه هو. كنقول شكون شكون، والو الجواب. ملي حليت تلقاها مرات المعطي وولادو 3. غير حليت عليه الباب جراتني من شعري، وبقاو كيضربوا فيا، يشتفوا عليا، يا خطافة الرجال، يا هادي يا هادي، يا البرهوشة، يا هادو كيضربوا فيا حتى خلاوني محوطة في الأرض. كل اللي خلاوني كاع مرمدة ومكرفصة وباكية، ومشاو خلاوني. ودخلت وبقيت تماك باركة حتى جا الفقيه. ملي جا صابني في ديك الحالة ومشى ليهم نيشان، وقال لها بغيتي تبركي وتزكاي، لا بغيتي تبركي في دارك وتزكاي، انت كتشوفي ما بغيتيش راه غنقطع عليك الماء والضو ونطلقك. هي زعما غنقطع عليك المصروف وكل شيء. هما الماء والضو ما كان لا ما لا ضو، الماء كنا كنجيبوه من البير بعيد علينا. ايواش داك النهار قلت ليه والو، واش باقا نسكن لك هنايا؟ غادي تبني لي دار حدا با؟ قال لي جاتك غنبني لك دار وحدا باك. مشاو شرا واحد الارض حدا با وبنى ليا كيما البنيه اللي كان باني ليا اللي كنت ساكنه فيها. وتحولت حدا دارنا، وليت كنحن على امي وخواتاتي من داك الخير اللي كان تيجيني من عند. شي ايامات وليت غير مريضه، ولات غير معدتي ضراني وما كنقدرش نوض وناعسه. وانا نقول لامي راه شنو واقع ليا امي، واش واقع ليا؟ وعيطات لي على واحد القابله كاينه في الدوار، وقلبات لي وقالت لي راكي حامله. ودازت المده ديال الحمل وشحال خنتني الفقيه، ما كيخلي ما يجيب ليا. وكان تعيط على مرا من الدوار باش تجي تشقى ليا. انا ما نشقى ما نطيب ما نحمي النور ما نسقي ما والو. وكان تيتهلا فيا وفي امي وفي خواتاتي، تهليا اللي ما تهلاش فينا، اللي ما تهلاش في با وما تهلاش في خواتاتي وامي. هذاك الفقيه انا كان بالنسبه ليا بحال لي اب ماشي زوج. ما كنتش كنبغيه البغيان ديال الزوج، كنت نبغيه بحال با. ومشات ليام وجات ولدت، ملي ولدت وليد، وطار الفقيه بالفرحه وسماه على باه العربي. كانت ميمتي كتجي لعدي، كان تيقول الفقيه تيقول لبا خليها تجي، خلي امها تجي لعدها تعاونها على الولد، وهادي راه ما عرفات ليهش وهادي. وكان كيخليها تجي لحقاش ما يقدرش يخسر الفقيه، كان كيخليها تجي تشقى ليا وتعاونني. ولكن كانت امي مرضات بالبروده، ومرضات ما بقاتش عندها الصحه بديك التماره اللي ضربت على هذيك العائله. ودوزات معايا ميمتي فتره، دار ولدي 2 عام ودهورت حالتها بزاف وماتت امي. وخواتاتي كانوا هذيك الساعه كلهم تزوجوا، اللي جاها شي خاطب عطاها ليه با، وكانوا بقاو تيجوا عندي غير زياره ولا انا نمشي عندهم. وملي ماتت امي طاحوا الجبال عليا صافي. ديك البلاصه اللي كانت تجيني منها الحنان وكنت كنتسقى منها في كل وقت تقطعات عليا وما قدرتش على فراقها. وكنت تفكر ديما المعامله اللي كانوا كيعاملوها ملي كنت صغيره وانا حاقده عليهم، كيفاش كانوا كيعاملوا امي، لا جده ولا با ولا مرات با. ودازت الايام وماتت جدتها هي ومات جدي، وبقيت في هذاك الدوار. واحد النهار وانا نقول للمعطي شوف انا ما بغيتش نبقى ساكنه هنا. قال لي كاع ما تخمي، رانا عندي لك واحد المفاجاه. قلت لي اشنا هي؟ قلت لي والله تقولها لي دابا ما نقدرش نصبر. قال لي انا رانا شريت دار في الرباط ويلا نمشيو نسكنوا فيها. طرت بالفرحه البنات.
ما عرفتش ما عرفتش داكشي اللي دار فيا داك الراجل، كيفاش الخير اللي دار فيا كيفاش نردو ليه. وقالها لبا، قال ليه مسعودة رانا غادي نديها تسكن في الرباط. وهذيك الساعة عاد ولات عندي انا قيمة مع با، وعاد ولا تيقدرني، ولا كيقول لي سمحي لي يا بنتي، سمحي لي رانا قصرت في حقك وفي حق امك، ولكن سمحي لي ما تحقديش عليا. وانايا كنت اي حاجه كنعاودها للمعطي. المعطي كان هو السند ديالي الوحيد من بعد امي. في الاول كان هو امي، كان بحال هذاك هو الاب ديالي وهذاك هي امي، ولكن ملي ماتت امي ولا هو السند ديالي. وولدي وولدي العربي. وملي جمعت بديت تنجمع في الرحيل، قال لي المعطي ما تجمعي حتى شي حاجه، غادي تهزي على الحوايج المهمين. الا عندك شي ذكريات، لا عندك شي حاجه ولا هي اللي تهزي، ما تهزي والو، كلشي الدار كلشي فيها. وسدينا هذيك الدار اللي تما اللي في هذاك الدوار، اللي هو دوارنا اللي دازت عليا فيه تماره انا وامي. ومشينا للرباط. ملي لحقت كنلقى الدار قصر ماشي دار. بالنسبه ليا هذيك الساعه انا الدار قصر، فيها 3 ديال الطبقات ومفرشه من الفوق لتحت، كلشي فيها الفضه النحاس، داك الفراش ديال بكري ماشي ديال دابا، والسدادر معمرين، والكوزينه والماعن وكل شي كاين في ديك الدار. بقيت باركه وتنخمم وتنقول كيفاش عندي قاعد السهر هذا كان عندي مخزون وما كنتش عارفه، بانه عندي قاعد السهر. وتبعت كلام امي ملي قالت لي هذاك الفقير غتعيشي معاه ملكه، بواحد صغير راه ما غيدير لك والو. عايشه مع الفقيه في هذاك القصر، وبقى من العيد للعيد تيمشي لعند مرته، ولا شي مناسبه ولا تيمشي لعند مراته للدوار. بقيت عايشه تماك بحال شي ملكه. جاب لي الخدامه للدار ودخلت ولدي يقرا، وخويا كبير اللي قراه با وخلى بناته، اللي كان با تيكسيه ويخلي بناته ويوكلوا الحاجه الزينه ويخلي بناته، تخرج محامي. وجا عندي با وقال لي شوف خوك راه غادي يجي يسكن عندك في الدار فوق الوسطانيه. قلت لي انا الدار الوسطانيه مخليها على حساب الضياف، وخليتها نقولها للمعطي. وانا كنفكر في داكشي اللي دوز عليا با واللي دوز عليا كبير خويا. واخا كبير خويا ما كان عارف والو، كان غير دري صغير، ولكن حتى هو ما كنتش كنحمله. وقلتها للفقيه وقال لي مرحبا، يجي للدار الفوقانيه الثالثه ويسكن فيها. وهذاك الشيء اللي كان جا تماك وسكن، وبقى تيهود ياكل معانا وكل شيء. وبعض المرات اخوتي بيني وبينكم كنت نبغي ندير لي شي حاجه في الماكله ونقتلو، ما كنتش كنحمله، ما كنتش كنحمل شي واحد سميتو كبير. ومشات الايام وجات، وبغى كبير يتزوج. ونهار بغى يتزوج قال لي اختي غتمشي معايا باش نخطب. قلت لي غدي معاك امك، ما غدينيش انا معاك. شكون انا اللي غديني معاك؟ قال لي لا والو غتمشي معايا تي. والمعطي كيتصنت. وملي دخلت عند المعطي البيت قال لي انا على الشيطان هذيك المراه، علاش كتعاملي الولد هاد المعامله هادي؟ اشنو دار ليك؟ راه الناس اللي كبر منه هما اللي داروا لك ماشي هو. وتنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن داك الحقد كان غالب عليا. ومشيت معاه وخطب. ونهار الخطبه الكبيره جاب مو جاب با اللي هو باه، ومشينا كاملين جميع. وتزوج كبير في هذيك الدار ديالي. وكبير كان دايرني بحال امه، وكنا ديما ملي كنجمعو كيبقى يعاود وتيقول المراه هي اللي كانت كتركبني، وهي اللي كانت تديني على الحمار وهي تشي على رجليها. وتا هو ما كان عارف والو. قال لي ما انا ما عرفتش انا سعيده اختي علاش كانت هي كتمشي على رجليها وحنا نقدروا نركبوا على الحمار بجوج. وانا نقول ليه راه ما كانش باك تخليني نركب معاك مع امك. تقول لي ما تركبيش. وجده الله يرحمها هذاك الشيء علاش كنت نمشي انا على رجليا. وكان ولد خويا وكيعنقني وتيبوس لي راسي وتقول لي سمحي لي يا اختي انا، ولكن انا راه ما كنت عارف والو. ومع المده ارتاب قلبي على كبير، وكبير ولا بحال ولدي.
ولد وليد. طبعا من مشات ليام وجات، وداك الوليد ولا بحال الحفيد ديالي. ومره اللي كيمشي هو لعند مو يشوفها، ليه هي مرات با. مرض با تا هو ومات، وعطيت قرحته وقرحت فقسته. تنبكي عليه وتنبكي على الايام اللي دار فيا. بقى خويا ساكن حدايا، ولاو بحال اللي عندي جوج ولاد، بحال اللي ولا عندي كبير والعربي. وكان ديما محادي معايا اخوه اللي هو ولدي العربي، كان ديما محاديه معايا كبير، ووري ليه كيفاش يقرا، ويوري له شي حاجه انا ما عرفهاش، ولا بغيت شي حاجه تسخرها لي ولا ما عرفت شي حاجه يقولها ليا. وبرا قلبي من جيت كبير. مشات الايام وجات مرض ليا الفقيه. مرض وكانت ايامي كلها احزان في المرض ديالو. مرض مسكين وما طولش مع داك الخير اللي كان داير. مرض ومات. وملي مات جاوني الخوت، جاوني ولادو، وقالوا لي غتخرجي من الدار ولا غادي تشوفي اشنو اللي غادي يجرالك، غادي نقتلوا لك ولدك ولا غنديروا ليه شي حاجه لا ما خرجتيش من الدار. وعيطت على كبير، قلت لي خويا راه جاوني ولاد المعطي، راه جاوني وهاش قالوا لي وهاش قالوا لي. وناض ودار بيهم دعوه وطاح وناض وما خلى ما دار، تاخذ لي حقي منهم. وبقات لي الدار وبقاو لي الاملاك كلهم ديال الفقيه. كلشي اللي كاتبو بسميتي يبقى ليا، واللي كاتبو بسميتهم كان داير الحق، ماشي بحال با. كان كاتب لمراتو ولولادو وكاتب لي انا وولدي، ولكن هما مرضاوش وما بغاو كلشي ليهم. وفي الاخر ناض ليهم كبير خويا وشد لي الحق ديالي، وبقيت ساكنه في الدار انا وولدي وكبير خويا ومراتو ووليداتو، زاد ولد اخر. وبقيت تماك عايشه بخير وعلى خير، تنقري في ولدي وعايشه من داكشي اللي خلى ليا الفقيه. وهذه هي قصتي اللي بغيتكم تاخذوا منها العبره. جاني واحد كبير وقبلت عليه قد با، ولكن اللي عشتو معاه عمرني ما كنت غنعيشو مع شي واحد اخر، ولا غنصيبو في شي انسان اخر داك الخير اللي صدت في المعطي. وهذه هي قصتي اخوتي. انا دابا في عمري 89 عام، وجيت نعاود لكم هاد القصه اللي ماشي ديال ولاد اليوم، راها ديال واحد الزمان اللي كنشتاقوا ليه دابا وكيحن ليه الخاطر ديالنا. اللي وصل معنا حتى لهنا وما كانش مشارك في القناه يشارك، مرحبا به. واللي عجبته القصه يدير لي شي لايك واشتراك وكومونتير، وتعجبني الكومونتيرات ديالكم. خليو لي الكومونتيرات ديالكم منين كتشوفوني كي تيجيكم القصص ديالي، واش هذا هو النوع ديال القصص اللي كتبغيو. وبسلام عليكم، تحياتي للجميع.